الروتين الصباحي. بعيد عنك انا لسه صاحيه، غيرت هدومي عشان عندي كليه ومتاخره. هلوز. اهم حاجه في الروتين الصباحي بتاعي هي كوبايه القهوه دي، ساده، احلى مسكن للصداع. انا هقول فيكي شاعر. خلصنا قهوتنا اقوم بغسل سناني عشان ما تصفرش. انا حرفيا مش بحط اكتر من نقطه في الفرشه، والفرشه دي ناعمه بحبها قوي. خلاص برضو. وطبعا ما نسيتش لساني في الباع عليها ونقلع دي. وهغسل وشي بستار فيل، ده انا بحطه الصبح عشان ينضف وشي عدل. هو اساسا ما شاء الله قرب يخلص. هو بصي قوامه بيبقى جل شويه، جل. بليت وشي المفروض باين يعني. هنبعد عن العين خالص، وانا مش بحب احط ادوات على وشي اللي هي بترغي الرسول وبتاع، عشان بتلم الميكروبات وبترجعها على وشي. ايه اللي طلع ده؟ هقوم اغسله بقى، كفايه كده. انا حاسه ان انا متاخره سيكه، وحاسه برضو اني بروح في داهيه الاتنين. يعني انا عندي سكشن 5 ساعات، 4 عشان ما يبقاش كداب. وبستخدم يا الميسلر ووتر بتاع جارنيه يا اما كوليجرا. بصراحه انا محتاره مش عارفه. خلينا في كوليجرا نخلصه ونخش على جارنيه، مش حوار. انا عارفه ان جارنيه مزيل ميك اب، بس هو ميسلر ووتر. انا ما بتعامل معاه لانه ميسلر ووتر. هرطب بس وشي بميه ورد، خلي وشي يندي. بس بصي، انا بحب قبل ما بنزل او قبل ما بحط السان بلوك احط سيرم فيتامين سي. ليه؟ علشان بيخلي السان بلوك ما يأكسدش في وشي. دي تجربه شخصيه وعجبت بيها جدا. اجرب انهي بقى، الغالي ولا الغالي؟ ما الاتنين غاليين. نخلص ده الاول. بصي قوامه اساسا تقيل شويه، هو حرفيا تاخدي منه نقطتين بس، 2. اي حاجه زياده نحطها على ايدينا مفيش مشكله. عايزه بجيب كريم عيون بيفكريني. مرطب شفاه. انا مش بحب احط ميك اب وانا رايحه الكليه. انا اصلا ببقى رايحه مش لاقيه نفسي، فهحط لهم ميك اب انا اصلا ما عنديش. مرطب سيرافي او سيرافي عشان هو فرنش. ده حبيبي، ده ما استغناش عنه ابدا. لو هشحت كده ما احبش الا هو. نقطتين الوش كله. السان بلوك من كليو، ده برضو بقيت يعني جايباه مؤخرا وعاجبني قوي. ونلايت، هو المفروض ان هم كاتبين انه جل وان هو ما بيسيبش حاجه بيضه وراه، بس انا شايفه ان ما سابش حاجه غير البياض، فانا مش هينفع استخدم منه اكتر من صباع على الحقيقه. بس من ناحيه الحمايه فهو بصراحه حلو قوي. مش هنسى العيون ولا الشفايف، وطبعا الرقبه. اعملي زي ما بعمل كده، واخده بالك من الحركات تحت لفوق. وافك بقى شعري ده عادي. هيهبط دلوقتي. حط اليمين في اليمين والشمال في الشمال. ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ انا مش عارفه الشعريه دي تبع مين، بس هي مزعجه. كل واحد يقعد في مكانه بقى. وطبعا كنت هنسى القطره بتاعتي دي، اسمها اوبتي لوبريك. تقريبا الانبوبه الواحده بتقعد معايا 3-4 مرات ولا حاجه، وانا بحطها 5 في اليوم، فطبعا هاخدها معايا في الشنطه. النضاره، وبما ان الكتب لسه ما نزلتش فهي الشنطه دي هتفي بالغرض. حط فيها الفلوس والقطره والموبايل والمفاتيح، وكفايه كده. كده انا جاهزه. بس كده، باي.